لا لما ننزل ريلز على الانستغرام احنا نحط شهدي اي مخالفه بتعملها وانت سايق راح انزلها واعمل منشن لوزاره الداخليه والمرور والداخليه اللي عندنا في الاردن. خلاص مش راح اعملها اللي في الاردن يوم ورا يوم حبيبي حبيبي. ما خلاص يا نجم انا اقضيها مغنى طول الليل. شو ما وصلنا هيك احنا بين المبادئ. درجة انه انت تمشي في مكان الناس تعرفك زي بحس انت مولود في كومباوند. سهل على الفقير هذا تقعد تتعلم فيه. ايوه شوت اوت صغير وكثير مهم. تهبل يا ابني انت معاق. انت ما اجى حرفيا ما اعرف شيء. ايه ده؟ ما بيعرف ما كيف بده يقنعك انه هو فان ديزل. تيري 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 تيري. صوت طالع من عندك. اسكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حلقة جديدة النهاردة. يلا بينا. يلا حصل شوية تغييرات، عشان التغييرات دي احنا حبينا نغير النهاردة المكان ونصور في حتة مختلفة ونطلع رايد كلنا بالعربية نغير جو. يلا بينا نلبس حزام. يلا بينا توكلنا على الله. بسم الله. يلا بدنا شو اسمه نجيب لنا شيء نشربه لسببين. اول عشان يعني نغذي حالنا نشرب لنا شيء ونكون مستمتعين واحنا طالعين. ثاني نجبر شهدي يسوق على مهله، لانه اذا بتخمس تتذكر الفيديو لما انقلب العصير عندك. اسكت عصير. بداية موفقة. انكب كله على الارض. برجع بعيده. صلينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عارفين شو موضوع الحلقة اليوم؟ مفاجأة فوزي. موضوع الحلقة اليوم عن الشهرة. اوه بما انه شو السبب؟ عندنا فيديو على الانستغرام وصل دلوقتي لغاية دلوقتي 11,000 أو 12,000 يعني مشاهدة. مش عارف الناس عايزة مني ايه يعني. دعوا لي اعلان حط رقم يا ابني. انت عارف التواضع بقى. شمال. انت هبت لا صح ترزعت اخر الشارع. في مطب عالي اوعى تلبس فيه. في يمين تاني بحوده في رصيف عالي اوعى تلبس فيه. لا بس بما انه الفيديو وصل عدد محترم ويعني حبينا نحكي شوي عن الشهرة. يلا بينا. جوجو لما تقول لي اول ان شاء الله ما يكون معانا فلوس ومعروفين هتعمل ايه؟ مش هعرفكم. وحشتنا فريق اعداد جديد. ده مبدئيا كنت مخبي لكم اياها مفاجأة راس السنة هاي. فجرت لنا المفاجأة بدري قوي. انا فيراري هفقع جولد لماعي ده انت محدث جدا. وهشتري جاكيت من جوتشي فسفوري ايه ده؟ انا فاكر ايه ده؟ وعليه علامة جوتشي هالقد. ده مين اللي عمل اللبس ده قبل كده؟ انا فاكر ان في حد عمل اللبس ده قبل كده. محمد رمضان. او محمد رمضان. هيبقى زميلي في المهنة. طبعاً. نمسي على بعض كل فترة وفترة. ايه التواضع بنتحدث عنه يا رجاله. هو نمبر 2 وانا نمبر 1. احمد لما ان شاء الله هتجوز. بتتفرج ولا ايه؟ مش هكدب يعني. انت مش واثق فيا؟ وانت يا لا رشاد بس شوف. استنى بس كده. استنى انت ياما. استني يما. يعني ايه اسكت انتي؟ اهو قلت اسكت انتي وخلاص بقى. يلا يا لا استاذ مش زردين. فاهمه يعني ايه اسكت انتي واحنا مثلا جربانين عشان فاهمين كده. اقعد انت كده بس. مش واثق فيا ولا ايه؟ مش واثق فيا ولا ايه؟ شوفي انا وجبران بالنص طيب. لا انتوا زي الفل. والله والله زي الفل. جبران طالب طيب. نجيب قوي يعني فاهم؟ احمد قلت لي هتتجوز. طبعا باذن الله ماشي. ان شاء بس الله. كده؟ ايه؟ بس كده؟ مفيش حاجة تانية؟ مفيش طموح؟ تبكي الحماد. تبقى الرجل المصري متقاعد. 40 30 جايز. بنتكلم عن حد تاني. وانت يا رشاد؟ عدة انا حلم حياتي اول شيء اجيب العدة. يتزوج عدة. ايه؟ جيزة. يعني جواز جيزة يعني. مش جيزة. ما انا افتكرتك عايز تنزل مصر في الجيزة يعني. لا جواز. اه بعدين انفض السيارة. تنفضها ازاي؟ يعني ظبطها يعني ولاش ذكاء. ما تغيرها. لا ليش بحبها. ماشي ماشي. غيرها يعني. والله لا انا مبسوط عليها فبدي لا انفضها. حلو. اضبط موضوع صرفية البنزين. برضه لا هيبقى معاك فلوس تحط التكييف. ما تقلقش. ماشي التكييف. حتى معي فلوس. التكييف. بس تغسل. الاسي مش شغال. شغال بس على الحامي. طب ليه قلت لي يا احمد تعالى انت معايا؟ عشان حبيت تخوض المغامرة معي. اطلع. ياخد أنا بعض. عن نفسي اتجوز بقى. بس صراحة نفسي افتح شركة. شهدي اكثر بني ادم معقد. مرة بتقول بتجيب سيرة الجيزة لا انا مش عايز اتجوز. تسكر على موضوع الجيزة انا عايز اتجوز. بيتفرج ها؟ لا يلا. والله ساعات اوكي عشان هيك حماده اول شيء قال لك الجيزه. لا بجد لا 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 مش ضغط من اي سالم جهه. بطنة. مش ضغط من اي جهه معينه ولا حاجه. لا لا يا جدعان خالص. ابدا لا. احنا جايين نظبط الموضوع. اختيار الشخصي لو سمحت. وماله. اكيد احنا معك. ما بيغلطش. كلامه صح. ايوه طبعا. لو انت صاحب بجد صاحبك لو قال حاجه انت واقف وراه على طول فاهم بالمعجونه فاهم وتليس صح حصل ما بيكدبش ما بيغلطش. لا
اتجوز ونفسي افتح شركه. شركه ايه؟ ليش؟ نفتح شركه باسم 5%. برودكشن استوديوهات مثلا للايجار، نساعد الناس لو ربنا ييسر نساعد الامور. نفسنا الاول، نساعد نفسنا الاول. ان شاء الله على المدى الطويل. طيب مين اكتر انسان انت بتشوفه مشهور يعني بتبقى قدوه. قدوه. خنقنا. مين اكتر انسان بالنسبه لك يا جبران قدوه في المشاهير؟ يا اخي في شيخ دائما بيطلع على السوشيال ميديا، اتوقع حماده عايش في السعوديه، هو ناسي اسمه بس دائما بحب اسمع له. شباب؟ شبيب شوي. شيخ مصري؟ لا مش بيطلع مصري. على اليوتيوب بيحكي قصص. لا مش المصري التاني الواد اللي هو بيعمل ناطور وكده، لا مش ده. لا مرة حكى عن العلاقات وعن التعلق. عرفته قناة 8 اللي عمل. ايوه اسلوب القائه جدا حلو. عارف والله ناسي اسمه، الله يذكره بالخير والله. يعني هو ما شاء الله عليه فعلا، جدا شخصية حلوة، شخصية محترمة، والواحد بينفع يقتدي فيها. على سيرة الموضوع هذا، في اشي انا ملاحظه كثير عجبني، الشيوخ والمحتوى الديني مع التطور اللي هسه قاعد بيصير والسوشيال ميديا قاعدين بيطلعوا بطريقة كثير بتجنن. صح. البودكاست اللي قاعد بتطلع، سمير مصطفى والناس السوشيال ميديا تبعتهم. سمير مصطفى تبع مصر. يعني حتى اذا مش هو اللي طالع، بيكون في عنده صفحات الناس اللي بتحضر الدروس عنده مثلا بتلاقيها بتنزل. صح. الاشي كثير حلو. في كذا بودكاست موجودين لشيوخ جدا مفيدين. وانت يا مهند؟ لا انا لسه كنت اسالك. انا خليني انا في الاخير. مرقص كوزين صح؟ الترافل النهارده بتاعتي من عبد العاطي انا. بعطي. بلاش نتكلم في الموضوع. بلاش نتكلم في الموضوع. كويس. لا عدوة. مين ده؟ ماشي خلاص. مين ده اللي احمد؟ مين ده اللي باخد؟ قدوة مين؟ انا بالنسبه لي ممكن اللي انا فعلا احب اعيش زيه او اتخذ نفس المجال بتاعه او الحته بتاعته، سمير كروان. استنى، في ناس كتير قوي، بس انا بحب احمد حلمي كشخص قوي صراحه. انا بحب مهند قبل ما يقطع الاشاره حقها. فاهم. فانا بحب صراحه احمد حلمي كانسان. حلمي حلمي محترم قوي خلوق. مش كل الناس حلوه في كل حاجه، بس احمد حلمي بالذات يا اخي تحسه متربيين على ايديه كده شويه. افلامه من ايام ما احنا صغيرين، بتاع اللي هو المسابقه اللي بيجيب اطفال ده ويقعدهم، تحفه. كانت جميله قوي الحاجات دي. حتى في افلامه هو محترم. يعني الادوار اللي بينزل فيها. زكي شان، مطب صناعي، عسل اسود كده رضا. الحاجات دي كده رضا كان رهيب. فتحس ان احنا متربيين يعني على احمد حلمي شويه حاجه. هذول الجماعه. وانت يا رشاد؟ حدا مشهور، شوف هسه هم الناس اللي مشاهير ونضاف، ناس كويسه ثار، فكلنا احنا الناس اللي ذكرناهم هم حدا من بين اكثر من حدا احنا بنحبهم. فبالنسبه لي لو بدي اذكر حدا من بين هاي الناس، من الناس اللي مستغلين شهرتهم بطريقه، سمير ويليام طبعا. لا طريقه كويسه ومحترمه، يمكن انتم ما تعرفوه لانه هو عندنا في الاردن. ايمن عبلي. يا الله لسه اقول الاسم. مين ايمن عبلي ده؟ يا الله يا الله، اي حاجه عملها اقسم بالله من الشخصيات. اقرا؟ لا شباب، هو بعمر الجيل يعني اللي مع القضيه ده. أيوة. ابو شعر. عرفته. محتواه حلو ونظيف وزلمه صاحب مبدأ. انا كثير بيعجبني اللي عنده مبدأ وبيحكي فيه مبدأ واضح، لا بلف ولا بدور ولا صح. وكمان الناس اللي صعب تسقط عليهم غلط. انت فكرتني في حاجه صراحه برضو، في الفتره اللي هي بتاعت كاس العالم دي، حسام حسن فعلا عايز ارفع له القبعه بجد. ومش بس حسام حسن صراحه، رجاله المنتخب كله بامانه يعني ربنا. العيال شغل عالي مع القضيه جدا، بسم الله ما شاء الله عليهم فعلا. ما شاء الله عليهم. فعليا فخر العرب فعلا. حسام حسن بالذات لما رفع العلم واتكلم قدام الناس كلها بالظبط، في المؤتمر يحصل له مشاكل قدام المؤتمر الصحفي، ولا خاف ولا بتاع. معنى الرجوله ومعنى الشهامه ومعنى ازاي ان انت فعلا تبقى جنب اخوك في الدقيقه، مهما كان بقى انت تتعرض للضغوطات اللي احنا شفناها والظلم اللي حصل. تعرف شو الشيء الحلو اللي برضه صار بعد موضوع حسام حسن؟ التضامن اللي صار معه. منتخب المغرب، السوشيال ميديا كلها. منتخب المغرب اول شيء لازم نحكيه، لانه يعني شفت صورهم، راح احطها بالفيديو، شفت صورهم وكيف متضامنين معه على نفس الحركه. شيء كان كثير حلو، مع اننا تعرضنا لظلم وكده، بس ده موضوع بص، في ناس كتير جدا طلعت اتكلمت ان احنا لو فعلا اللي حصل بسبب ان اللي حسام حسن قاله احنا موافقين، واتوقع ان احنا 1,000,000% ما حدش يعترض على اللي حصل. هي مش خساره، اللي حصل هذا حرفيا شرف. يعني معلش، انا شوف في كم منتخب طلع من كاس العالم،
هل في منتخب اتعرض لنفس الدعم لما مصر طلعت؟ لا انا عمري ما شفت حاجه زي كده صراحه. مش فبجد كل العالم العربي كله طبعا. بجد طبعا الحمد لله على كل حال طبعا. بس عشان نكون كلنا بنحكي كلمة حق، أزبل كأس عالم صار في كل كؤوس العالم اللي صار. ما بعد أمريكا ما في شيء أسوأ من هيك. شوف لسببين، الأول التنظيم والإدارة والعنصرية في جماهير ثاني شيء- كتير جدا، معلش أنا آسف، جماهير كتير جدا اتعرضت للعنصرية واترمى عليهم بيرة من اللعيبة من الجماهير الخصم، وحاجات كتير قوي 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 يمكن ما اتصورتش وحاجات عمرنا ما هنعرف عنها، لكن 100% احنا عارفين ان المكان اللي اتعمل فيه كأس العالم ده جدا سيء. يعني هم اساسا ناس ما عندهمش اخلاق، ما عندهمش بعد كأس العالم قطر الطموح ارتفعت كثير، يعني صعب جدا انك تواكب تجيب زيه. الاشي صحيح. فدور اي دولة بعد كأس العالم اللي صار في قطر صعب يا بتجيب نفس المستوى يا احسن منه، وانك تجيب نفس المستوى جدا صعب. صعب جدا. قطر حطت مستوى عالي جدا كثير رفعت صف التنظيم بتاع التحدي. طيب نرجع لموضوعنا احنا عشان حاسس ان احنا رحنا بعيد قوي. الشهرة من المشاهير اللي انا بحبهم فعلا هنيدي. هنيدي احنا كبرنا واحنا بنتفرج عليه. تيمون وبومبا وشركة كرتون، المراقبين المحدودة، كرتون ولا كان فيلم. عندك فول الصين العظيم، يوم ورا يوم، حبيبي مجانين حبيبي، يوم ورا يوم حبيبي، مجاني نوم حبيبي، مجاني نوم. ما خلاص يا نجم انا قضيها مغنى طول الليل ولا إيه؟ طيب الشهرة ليها سلبيات كتير كلنا عارفينها، هل تتوقع ان في يوم من الايام تبقى حاجة من السلبيات دي؟ يعني قصدك ايه؟ السلبيات دي ممكن تبقى منك تنعكس علينا. تنعكس علينا. شوف الشهرة أكيد لها إيجابيات ولها سلبيات، وقت ما ينشهر الواحد ببين إذا هو تأثر فيها بطريقة إيجابية ولا سلبية. كلنا راح نحكي لا وإنه أنا ما راح أتأثر، بس وقت الموضوع ما يصير ببين. أنت نفسك ما بتكون متوقع من حالك يطلع الإشي هذا وما يطلع، صح. بس هي بتضلها على شغلة إنه اللي مبدأه نظيف واللي معدنه أصيل بضله ثابت على الأشياء اللي هو فيها. مبدئيا صحابنا كلها نمسحها. ايه يا عم ده؟ نبوس ايدينا عشان نقعد معاهم. بص ده تأثير السلبية قبل الشهرة. قبل الشهرة كيف ما بالك بعد تعمل فيهم ايه؟ يا عم شوية اصحابنا حبايبنا. لا اسمع، لو بدنا نحكي شيء، شو التغييرات اللي بتحسها راح تصير لو اتشهرت، لو انشهرت في حياتك بشكل عام؟ هسيب شغلي. ده انت شايل. كلنا هنسيب شغلنا. هاي اول خطوه. حاسس بجد لان فعلا بعيد، مش هتكلم عن نفسي بس الناس اللي معانا في البودكاست دي كان احمد او ابو سمره او جوجو، ناس فعلا نظيفه من جوه بعيد عن اي حاجه، ناس من انظف الناس اللي اتعاملت معاها، طيبين وما بيحبوش غير الخير للناس كلها، ما بيحبوش حد يقع في شر ولا مشاكل ولا الكلام ده، ودايما اول ناس فعلا بتساعد. وهي دي بجد يعني، ما هو ده مع مصطلح الصحاب. انت لو معاك ناس كبس صحاب في الفرح او صحاب خروجه، دي مش صحاب، فاهم؟ صحاب بتبان فعلا في المواقف، في الحاجه اللي انت بتقع فيها في الدنيا عامه، فاهم؟ واحده واحده. لكن لو هنرجع لسؤالك يا رشاد، ان موضوع الحاجه اللي ممكن تنعكس علينا او اتاثر فيها مثلا بسبب التغيرات اللي تحصل لي انا، هكون واخد بالي قوي 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 من كلامك كل محتوى، لان انت ما بقتش 5-6 بيشوفوك. انت بقيت كلامك ده ممكن يوديك في داهيه، ممكن يأثر على ناس صغيره بالظبط كتيره، يا يحبسك يا يخليك فاهم يعني، او يشهرك يعني نتمنى ممكن يشهرك ويحبسك يعني انت ممكن حاجه كده. في مقطع لاحمد. طب انت رول على الشارع بس، انت خليك ماشي بس كده. لا انا الان هو هيك وشايف. جبران، انت ايش التغييرات اللي راح تصير في حياتك لو ان شاء الله انشهرنا بطريقه نظيفه؟ والله اول شيء هتحط في بالك انه مش كل الناس هتتفق على الاشي اللي انت بتسويه، وفي كثير ناس هتبدا تاخذ المحتوى تبعك بشكل انه مجرد تضييع وقت وما في فايده، وفي ناس بنفس الوقت هتاخذ لا هذول الشباب عم بيقدموا اشي كوميدي، عم بيقدموا ترفيه، لدرجه انه انت تمشي في مكان الناس تعرفك زي كل شيء هتبدا تسهل عليك كثير امور، وهتوسع لك مجالات كثير لقدام، وهتفتح لك ابواب عمرها ما كانت هتنفتح لو انت ما عندك، خلينا نقول، المستوى السوشيال هذا في الحالة الاجتماعية تبعتك هتصير ليفل ثاني، الناس معروف في أماكن معينة، معروف عن طريق السوشيال ميديا، فتمام هتفتح لك كثير مجالات لقدام. هاي من ناحية إيجابية يعني، هتسهل لك كثير أمور. وأنت يا رشاد؟ لو انشهرنا وكذا، أكثر إشي راح تغير لي وقتي، راح أكون متفرغ بشكل كبير لإشي واحد،
وهذا الشيء انا كثير بحب اتفرغ. لا يا بي انا ما حطيت تليفوني طيران، مصيبه الا برن. راح اكون متفرغ للشيء اللي بحبه بطريقه تخليني ابدع فيه اكثر. هاي شيء. والدخل المادة مليون في المية ده حاجة حلو الموتزاريلا اللي صارت. جاوبنا كلنا على موضوع التغيرات. تغيرات؟ لا، حياتنا هتتغير كلها يا جماعه. يعني اتوقع ان احنا فعلا، يعني اتمنى، دي حاجه انا اتمناها ما تحصلش، ما نكونش مبذرين في الفلوس. مبذرين في الفلوس، اللي هو عمالين نصرف على الفاضي حاجات ملهاش لازمه. يعني برضه لازم نحافظ على النعمه اللي معانا. سيجارات ما نجيبش. لا مش فيجارات، لا في حاجات مثلا هي فيراري لونها ذهبي هيك بضوي في العتمه. جبران انت دلوقتي مثلا لوحدك، انت لا مش متجوز ولا حاجه ولا وراك مسؤوليات. ليه يبقى عندك مثلا 3-4 عربيات؟ هيكون عندي 3-4 عربيات. ده مبذر. انا مبذر. لا احنا يا جوجو، انا اول حياتي والله لا اعمل كل هاي الامور. جوجو يعني انت مولود في كومباوند. سهل عليه الفقير هذا تقعد تتعلم فيه. ايوه احنا مولودين في حواري. العب حافي. بتعرف شو يعني حافي؟ ماشي هجيب بوت. ايه بص قدامك ده انت. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. شاوت اوت صغير وكثير مهم. حماده احمد صاحب جبران. احمد كل حلقه قاعد تنزل قاعد بحضرها كامله، قاعد بيعطي كومنتات عليها، ببعثها لجبران، جبران بيجي بيشاركها معنا على الجروب. في بشار بشار وحماده والناس هاي كلها، الناس اللي قاعده بتعطي الكومنتات وقاعده بتحضر الحلقات. لا ما راح اجيب سيرته. اعطى كومنتات زي الزفت. لا ربنا الله اعطى كومنتات حلوه، بس طريقته في طرح الكومنتات سيئه. هو سيء في الطرح عامه يعني. الناس اللي بتحضر الحلقات ومن الغاليه اهم واحده ام جبران. تحيه لام جبران، تحيه لامهات كلكم. وامي انا تحيه لامه، تحيه لامه، تحيه لامك. خلاص اقفل عشان احنا هنخش في حته المنطقه دي منطقه اعراض. وان شاء الله تعالى باذن الله تعالى قريبا ابو الزوز هيجي معنا في حلقه ان شاء الله. بدكم استوديو، بدكم مش سياره. انت وحمزه احجام. حبيبي حمزه هو اللي قال، انا ما حكيت. هو قصده انه انت تخين. هو قصده ان انت تخين. اوسخ تخين. اوسم تخين. ما تخافش يا حبي، حتى لو انت مش اتخن وسيم، انت في نظري اوسم تخين. هو ايه اللي اوسخ تخين دوت؟ اوسم تخين يا اسمع حلو. هيجي يعجنك ومش عارف ادافع عنك. رشاد ظروفنا حاجه كمان. طيب نحكي مسكت اول مبلغ شو بتعمل فيه؟ هتجوز. حدد المبلغ. يعني نحكي مثلا شيء بسيط. كام؟ 20,000. هخطب. هاي شهدي. امسكه بصراحه، امسك الفلوس. انت؟ لا احنا مش طالبين منك انت تمسك ايش يا شهدي؟ انت ولك انت هتشتغل احلى. انا مش هتضحك علينا. راح اول حاجه اروح ازرع شعر. خدني معاك والنبي يا ابني. اصل 20,000 خطبت بيهم انا عايش. وممكن افكر ان انا اخطب. هم 20,000 مش 20 مليون. يا عم 20,000 حلوين. خطوبه حلوه، حبه دبله بس. استنى بتاو. يا خد راحتك. لا فكره الخطوبه حلوه. يعني في 20,000 حلوه خطوبه، حلوه قوي يعني فاهم. دبله ودبله ليك ودبله ليها. مع زراعه الشعر والحكي هذا بتوفي؟ لا زراعه الشعر فكك. نزرع بعدين. نخطب الاول. المبلغ اللي بعده نبقى نزرع بيهم شعر. الاعلان اللي بعده يا رب حط لنا يا ابني اي حاجه سنون. انت يا جبران باذن الله تعالى اول مبلغ همسكه شكر على النعمه اللي رب العالمين وفرنا اياها. هطلع شيء، يعني هطلع نسبه كبيره من المبلغ هذا للزكاه وللناس المحتاجه، والمبلغ اللي هيظل معاي باذن الله تعالى هنحاول نطور فيه اكثر في الشيء اللي عم نسويه قبل ما ابدا ازرع شعر وقبل ما ابدا اخطب لا انا ما بحوش، انا عايز اصرف اضيع. الحلو في جبران اسئلته بحكي لكم انت. يا اسطى ده كذاب يلا. لا ده كذاب، مش ده اللي لسه قايل هجيب 3 فراري. انا هعمل كده انا. لا مش فكره. هي فيراري لونها ذهبي هيك بضوي في العتمه. ليه يبقى عندك مثلا 3-4 عربيات؟ هيكون عندي 3-4 عربيات. ده مبذر. انا مبذر. لا احنا يا جوجو، انا اول حياتي والله لا اعمل كل هاي الامور، بس مش باول مبلغ. يعني اكيد مش ب 20,000 اجيب فيراري وعلى ريموت كنترول مش هيكون سعرها 20,000. هو قال اول مبلغ هتمسكه من اول دعايه، خليك صحصح معنا. اول مبلغ طلع شيء لوجه الله تعالى، شكر على النعمه اللي انت فيها. جزء منه وجزء منه اعاده تدوير في المشروع الفاشل اللي احنا شغالين فيه. هذا اول واحد معي لازم يطلع. يا زلمه يلا شو محطم. ثاني مبلغ بقى استلمه اروح ادفع اول قسط في الفلالي. هنخربها. اول مبلغ طالع سفريه بانكوك. قصها هاي انترو. انت بس تحكي له قصها انا بنبسط. هاي حماده نرجع لموضوعنا. طيب قال لك
تعيشها تشوف النادي والخيني. بالنسبه لي اتزوج يوم بيتزا. شنو اكثر اكله تحبيها؟ بيتزا. اريد بعد اكله ثانيه. اريد بيتزا. بيتزا. سفر وعده. يابان صح؟ شو مالها السلسلة؟ ايه شو مالها السلسلة؟ نرجع اعيد الجمله واعطي رياكشن احسن من هيك. تمام ماشي. قلت لي مالها السلسلة؟ عليها كلمه شتاء بالياباني. لا 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 قلت لي مالها السلسلة؟ عليها كلمه شتاء بالياباني. يا ديني. والله العظيم لو نضل نعيد مش عارف اعمل ايه، ما فيش في دماغي غير انبسط. والله حلو، والله ابداع كرياتيف. مين اللي اعطاك اياه؟ خلاص ماشي يلا يلا يلا. قلت لي مالها السلسلة؟ قلت لي مالها السلسلة؟ قلت لي مالها السلسلة؟ ايه مكتوب عليها كلمه شتاء بالياباني. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي اداها لك؟ ما كاش دخل. السلسله بالسياره مالها؟ مين اللي جابها لك؟ تعالى نقف نساعدهم ونصور معاهم فلوج. يلا بجد؟ واليوم لا والله نلف ونرجع. لا لا عيله مالناش ربنا يستر. هو مش العكس، شباب مالناش دخل، عيلة مالناش دخل. مالناش دخل. المهم مالناش دعوه يا ابوي، هنا كل واحد في حاله. كل واحد في حاله. هنا كل واحد في حاله. هالو. اول مبلغ تمسكه نتكلم بجد بقى. لا لا انا يعني كل الناس اللي بتعرفني عارفه انا اذا حكيت سفر وين بدي اروح، حتى انتم صرتوا عارفين. الاردن. لا هاي معروفة. هاي كوريا الشمالية. خطوات بس تنزل راح انزل الاردن. ماشي. مين انا؟ لو انشهرت شو في شيء بتغيره في حالك؟ شو في اشي بغيره في حالي؟ لو ريح. انشهرت اول حاجه هجيب بيت اعيش فيه لوحدي. تغيره في حالك مش في حالتك. مش في حياتك، في حالي انا كاحمد. شو شيء تغير في شكلك؟ شكلي ليه شكلك، شخصيتك، تفاصيل يومك. وهصير يعمل فيديوهات زي الاسود هذا اللي بيغسل وجهه بمي وثلج ويطلع يركض احمد. ايوه عرفت. ويجيب حدا يلبسه الشوز. المشكله في نص الفيديو راح يتعب هذا بركضش. وعشان كده بجد اول اشي لو انا ان شاء الله باذن الله ربنا فتحها معانا كلنا باذن الله، فعلا هبتدي اركز على جسمي يعني، لانها خلاص ناس ممكن اروح. طب انت ليه مستنى الشهرة عشان تعمل الموضوع هذا؟ لا سؤال جد والله. لو مثلا لا سؤال جد يعني. لو مثلا لا يعني تقصقص قاعد انا. لو مثلا اعلان او هروح مثلا مقابلات عند ناس وبتاع، ما ينفعش اروح لهم مثلا جسمي شكله في حاجه مش حلوه او حاجه زي كده، فابتدي بادي اركز ديسمورف. يلا الصبح عند الشباب. بلس 1. احنا الثلاثه يعني مين الثلاثه؟ مين ثالث؟ انت. لا حبيبي انا في رياضتي بالفئه الوزنيه اللي بلعب فيها لازم اكون هيك. صح. على الاقل رياضي بروح على الجيم، مش نايم على ظهري زيك صح. وزيك. على راسي، بس انت عندك برضه ايش؟ انسكيورتي في الجسم. مين اللي عنده انسكيورتي في الجسم؟ افتح شوف البرايفت ستوري تبعتي. ليك متحضر بقى، ما تبقاش عرباجي في اسلوبك. يعني انت بدك تغير جسمك. كلنا. هم انت اثنين. انت غير جسمي. اول شيء اغير جسمه. اجسامهم عشان اطلع دخل بزياده. بالضبط ايوه. والله صراحه اكمل العمار اللي ناقصه. صح هذا؟ ايه لازم اكمل نص ديني اللي احنا ان شاء الله نسافر تركيا، ناخد بعضنا كده احنا الثلاثه. سمعنا ليه معده ليه؟ على فكره ما بص لحالك. اسوء الاشياء اللي ممكن نسويها. لا احنا نروح اللي عايز حته. حماده انت بصيل شوي من لحيتك، انا بصيلك شوي من شعري. يعني اللي عايز زراعه في حاجه يدي هنا جمعيه ودايره. احنا عندنا مشاكل في الشعر كبير. وانت طبعا ما شاء الله مش هتيجي معانا. عنده شعر بسم الله ما شاء الله. انا بتكلم عليك. بتحكوا عني؟ دقن وشعر وكل حاجه. كمان شعر هاي من الاطراف قاعد بوقع. انا لو اعمل زي هيك قدامكم على الكاميرا ببين وهو قاعد بيقع منين؟ من الاطراف؟ تيجي نوريهم يا احمد؟ لا يا عم وريهم. بند. كيف البند اللي عملت لك اياها؟ ايه حلوه حبيتها. لا محظوظ. لو طلعنا ناخد بند. ايش بدي اغيره في حالي او في حياتي؟ بدي اجيب اهلي واصحابي عندي هنا يعني. بس ما راح يكونوا مثلا عندي في نفس البيت وفي نفس المنطقه، لا انا راح اكون لحالي وهم لحال، بس في نفس البلد اللي انا وقت ما اشتاق لهم اقدر انزل اشوفهم. طب ما تنزل انت اسهل، ليه تجيبهم كلهم؟ عشان هان اريح. هل في يوم من الايام ممكن لو ربنا ييسر الامور وتشهرنا يعني؟ لا دقيقه تغير الجواب بسرعه. ايش بدي اغيره في تفاصيل يوم حياتي؟ بدي اتجوز اول شيء، بعدين اجيب اهلي واصحابي والناس عندي. بتتفرج والله بتدفع على الحرام. بتتفرج مبدئيا كده كله بيتفرج. احنا مراقبين يا ابني. وكنتوا بتضحكوا عليا انا بس. دلوقتي بقينا كلنا نتجوز. انا الوحيد اللي ما حكيت اتزوج. مصحف ما بيتفرج.
ماشي خليه يتفرج. والمصحف تتفرج قدامك. شو الاعلان اللي ممكن تتوقع يجيك كاول اعلان لك يعني بعد ما صرت مشهور وجاك اول اعلان؟ حلو. شو بتتوقع اول اعلان يكون عن ايش؟ ينفع اقول عن احمد؟ هو الاعلان يعني يجينا كلنا. انا اقسم لا، بالله لا. انا عارف الاعلان اللي هيجي. زراعة شعر. لا مش زراعة شعر، مشط للشعر. ايه يا عم، هو حد اصلا بيعمل اعلان مش سؤال بس، مين الحمار اللي عاوز يخسر فلوس؟ والله تسويق حلو. فعلا هتكون ماركتينج رهيبة. ماشي، ايش بتتوقع مثلا ممكن اول اعلان يجي؟ إلنا يعني؟ إلك انت. لا إلا كتيم. لا احمد. يا عم إيه؟ لا احمد. يا عم لا إلنا. لان اتوقع ممكن يكون مثلا حاجه ايوه ترفيهي. ايوه اعتز بلغتك العربية ايها البطل المغوار. ترفيه ما تحكيها بقرف. طيب ترفيه مش معتز باللغة العربية؟ حاسس اول اعلان حاسس ممكن يجي لنا اعلان عن حاجه عن ترفيه، اعلان مثلا ممكن ابلكيشن او مثلا كافيه، ان احنا قاعدين كلنا مع بعضينا كده مثلا صح. وانا اتفق معاه لانه بنفكر فيه. يعني فكره ان احنا قاعدين مدينة بنصور ملاهي. سوا دي هتبقى حلوه، فكره كافيه يعني، ونتمنى اي كافيه عاوزه تكلمنا. ايوه لا بلشنا نشحد على اللاين. ايوه لا بس هنحط رقم مين؟ مدير اعمالنا. مدير بديش اقعد اقصقص. مدير مش حاط رقمي. احنا وقت ما يصير شيء على الايميل بس. ارقام لا. حد بيفتحه؟ ايه؟ حد بيفتح الايميل؟ انا بفتحه. جبران. انت جبران ايه تتوقع؟ اول اعلان مطعم. بالضبط. مليون في المية مطعم هيجينا. بحس مطعم كافيه شيء زي هيك. لا مطعم. مش عارف ليه حاسس مش كافيه، مطعم. مطعم. داخل على هدة صحة. انا جعان شباب وبديت انعس وبديت اعصب. طيب ال 5% المهمة في الحلقة هاي. يلا بينا. يلا يا ابني. عايز ايه انجز؟ احنا بنشوف كل شيء، اكيد راح نشوف كل شيء لانه ما في حدا بعت لنا. مش غير حمزة. بدناش. انت هبل يا ابني، انت معقد. ما اجى حرفيا ما اعرف شيء. ايه ده؟ كمل. ما بيعرف. كيف بده يقنعك انه هو فان ديزل. تيري صوت طالع من عندك. اسكت. هتضع لحد عليه، هتضغط في كل حد. على الحرم اللي مستني يا جبران والله لا بس دعك ليش بتعدي انت على خير. يا رب بص قدامك. هنغير لك. يلا بينا. لا دبدان ده في يا جدعان، ما احنا برضه محشور حشه بدي افرد اشوتي. يا ولاد ما تبصوا لي وانا ببص لكم. ايه الهبل ده بقى؟ الواحد يتطلع عليها. صح والله لا دوست بنزين ولا هو التليفون معاق هيك، صار معاق اكثر. من الجنب. طب ما نحط كراسي ونصور برا في الجو، حلو الجو. كمل صف على اليمين انزل واحد صاحبنا. شوف دي اي مخالفه بتعملها وانت سايق راح انزلها واعمل منشن لوزاره الداخليه والمرور والداخليه اللي عندنا في الاردن. خلص مش راح اعملها اللي في الاردن. اشي بدي اغيره هيقصها طبعا غصبا عن اللي نفضوا، غصبا عن لحالي بعدين اليوم. ايوه لا انهي. احنا 41 دقيقه. وال5% لهاي الحلقة اليوم انه مهما وصلت في حياتك من شهرة او نجاح او في عالم السوشيال ميديا بشكل عام، تأكد في الاول والاخير انك تضلك مع رب العالمين. تأكد انه هذا الاشي ما يغير في شخصيتك، ما يخليك تتنازل عن مبادئك، عن اصالتك كعربي. وخاصة كثير عم نشوف في الوقت الحالي من مشاهير كثير بدون ذكر اسماء، اول ما بدوا يوصلوا لمراحل عالية من النجاح في السوشيال ميديا صار عندهم اشي غريب من ناحية انه اصالتهم العربية ولا تقاليدهم ولا الغيرة. ايوه انا مش عارف كنت اوظف الكلمة. شكرا لك يا احمد. حرفيا بديت الاحظ على كثير ناس انه غيرتهم ماتت على اصالتهم كعرب، على اهل بيتهم. يعني صار عندهم محتوى اهل بيته، مبادئ. بالضبط. كمان شغله ضيفها. خش انت ضيف، انت بتمون علينا ضيف. تو ما وصلنا هيك احنا بين المبادئ. قول شو ما وصلنا ان شاء الله. يعني احنا اللي قاعدين نعمله لغايات نظيفه باذن الله. وان شاء الله شو ما وصلنا انه الناس اللي بتكون عندنا تكون شاهدين لنا، ما تكون شاهدين علينا. هاي اهم شيء، لانه كل رقم احنا محاسبين عليه، كل كلمه محاسبين عليها. فالله يجعلهم شاهدين لنا مش شاهدين علينا. امين يا امين. شكرا ان انتوا وصلتوا لاخر الحلقه. لو وصلتوا لاخر الحلقه يعني تنسوش تعملوا لنا الدنيا، لايك هنا، شير هنا،
سبسكرايب هنا، يعني كده شغل الشغل. ولما ننزل ريلز على الانستغرام حلو. لا لما ننزل ريلز على الانستغرام احنا نحط كومنتات. تمام. برضو اذا في اي افكار بتخطر في بالكم، مواضيع، تعليقات، كومنتات، يا ريت تكتبوا لنا اياها او تبعثوا لنا اياها على الدي ام، واحنا بنشوف كل شيء. اكيد راح نشوف كل شيء لانه ما في حدا ببعث لنا. غير حمزه. بنحب نحيي الناس اللي بتحضر الحلقات، تعطينا الكومنتات، سواء تبعث لنا على الصفحه او بتبعث للشباب على صفحاتها الشخصيه. بس